جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز قبول الهبة من الرجل الذي ماله حرام؟ نعم، يجوز قبول الهدية من الرجل الذي ماله حرام، بشرط أن لا يكون المال الحرامي يعني لا يملكه الواهب، أن لا يكون المال الحرام لا يملكه الواهب. فإذا كان لا يملكه الواهب فلا يجوز قبول الهبة. يعني سرق سيارة ووهبها لك، لم يملكها، فلا يجوز أن تقبلها. غصب أرضا ووهبها لك، لا يجوز أن تقبلها. لكن إذا كان ماله حراما من ربا ونحو ذلك من معاملات فلك أن تقبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل يعني هدية اليهود، والمعلوم أن اليهود قديما وحديثا وهم أصحاب الربا وهم أصحاب المعاملات المحرمة، فلا بأس من قبول الهدية ممن ماله حرام من حيث الجواز. والعلماء يقولون تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. لكن من حيث التورع، يعني الجواز يجوز لم تفعل حراما، لكن هل تتورع عنها؟ المحققون من أهل العلم يقولون في ذلك تفصيل. فإن كان مال الإنسان كله حراما، كل مداخيله حرام، ليس عنده شيء من المباحات، ولم يكن الإعطاء لحق من الحقوق، يعني ليس لحق. لو كان لحق فإنك تأخذ. الابن ينفق عليه والده وليس عنده نفقة أخرى، يأخذ من مال أبيه وهو عليه حلال وعلى أبيه حرام. إنسان له حق، مثلا وقع حادث فثبتت الدية، وهذا الذي دهس هذا الرجل مثلا ماله كله حرام، نأخذ منه الدية. لكن إذا لم يكن لحق من الحقوق كالهبة والهدية وكذا فإنه يتورع عن ذلك، لا يؤخذ منه. أما إذا كان ماله مخلطا ولا يعلم هل هو من الحلال أو الحرام وماله مخلوط، فإن الإنسان يأخذ، ولا وجه للتورع هنا عند المحققين من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، وهو إمام المتورعين صلى الله عليه وسلم.